بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وصلنا في ذكر العلامات الكبرى للساعة عن خروج الدابة، وإن شاء الله تعالى أختصر قدر المستطاع لأن شرح هذا يطول في مقام كهذا. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وفي الحديث الصحيح عن حذيفة بن أسيد قال: أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها، ويأجوج ومأجوج، والدابة، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو تحشر الناس، فتبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. فإذا نؤمن ونصدق بما أخبرنا به سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هذه العلامات الكبرى هذه الدابة، دابة من دواب الأرض تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله سبحانه وتعالى وتبديلهم الدين الحق. الله تعالى يخرج للناس دابة من الأرض، وهذه الدابة تكلم الناس. من أين تخرج؟ قيل تخرج من مكة، وقيل من غيرها. فعلى التحديد وعلى التعيين لم يرد في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. لم يرد في تعيين موضع خروجها حديث صحيح، واختلف العلماء في تعيين هذه الدابة وفي صفتها ومن أين تخرج اختلافا كثيرا، فلا ندخل في هذا، لكن نختصر ونقول نؤمن أنه لا بد أن تخرج هذه الدابة من الأرض، وخروجها من علامات الساعة الكبرى، وتكلم الناس على ذلك، كما يروى عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: تكلمهم كلاما، أي تخاطبهم مخاطبة. فنؤمن بذلك ونصدق. ومعنى قول الله سبحانه وتعالى: وإذا وقع القول عليهم، معنى وقع القول عليهم أي وجب الغضب عليهم، قاله قتادة. وقال مجاهد: أي حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أي كما قال بعض العلماء تخاطبهم مخاطبة، تكلمهم ببطلان الأديان سوى دين الإسلام، وقيل تكلمهم بما يسوءهم، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أي بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم. وذلك حين لا يقبل الله تعالى من كافر إيمانا، ولم يبقى إلا مؤمنون وكافرون في علم الله سبحانه وتعالى قبل خروجها. فتخرج هذه الدابة وتسم الناس على خراطيمهم، هذا كافر وهذا مؤمن.
فنؤمن بخروج دابة الأرض، وهذه من علامات الساعة الكبرى، حتى إنه ورد في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم ثم يغمرون فيه حتى يشتري الرجل البعير فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: اشتريته من أحد المخطمين، كما في مسند أحمد وغيره. فإذا خروج الدابة من علامات الساعة الكبرى، وهذا بعد ما حصل ولكن سيحصل، نؤمن بذلك ونصدق. في ذلك الوقت الله عز وجل لا يقبل من الكافر الإيمان، وهذا معناه بعد نزول سيدنا عيسى المسيح عليه السلام وبعد وفاة نبي الله عيسى عليه السلام. بعد ذلك تخرج هذه الدابة في الوقت الذي تطلع الشمس فيه من مغربها، كذلك هذه من علامات الساعة الكبرى. نؤمن بذلك ونصدق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا الختام، ونسأله عز وجل توبة قبل الموت، إنه تعالى على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.